آه، الناس لما تيجي تقول لأولادها بيحفزوهم كتير جدا، يعني يقولوا لهم من ضمن حاجات التحفيز والتشجيع ان يقول له دايما: انا عايزك تطلع دكتور، انا عايزك تطلع مهندس. عارف انت لو طلعت دكتور انا هعمل لك كذا وكذا وكذا، انا لو طلعت مهندس هعمل لك كل حاجة انت عايزها، لو طلعت كذا. المهم هو عايزه يطلع احسن حاجة، ودي حاجة كويسة جدا جدا، يعني مفيش مشكلة ان كل واحد عايز ولاده احسن حاجة قدام عينيه. طيب، بس في الحقيقة التحفيز ده والتشجيع ده آه النتيجة بتاعته مش زي ما انت عايزها. بالعكس، ده في بعض الأحيان بتبقى النتيجة السلبية بتاعتها أقوى من النتيجة الإيجابية. فده بعتبره نوع مش من أنواع التحفيز القوي، يعني نوع ضعيف جدا في التحفيز. إن أنا عايزك تبقى كذا، عايزك تبقى دكتور، عايزك تبقى مهندس، عايزك تبقى كذا، عايزك تبقى كذا. ده نوع من أنواع التحفيز أنا بعتبره مش كويس. ليه؟ لأن في الحقيقة إن بيعمل، يعني حضرتك أنت بتعرفش ابنك ميوله إيه؟ ما تعرفش ميوله إيه؟ هل ميوله علمية ولا ميوله أدبية؟ هل مستواه أصلا يجيب اللي أنت بتفكر فيه دي ولا لأ؟ ولا هي في الحقيقة هو حلم لحضرتك وعايز تحققه من خلاله؟ ده حاجة وحشة؟ لا، مش وحشة، لكن لازم نكون واقعي. يعني إزاي نقدر نعملها؟ وهل الولد ابننا أو بنتنا مستواه فعلا يوصل لكده ولا لأ؟ عشان ما نوصلش في الاخر ونيجي في ثالثه سنه ولا حاجه يوم النتيجه في ناس للاسف بتحبط كتير جدا بسبب ان هو كان عنده امل. فالامل ده بقى من هو شغال من الابتدائي والاعدادي والثانوي عمال يكبر ويكبر ويكبر ويكبر، وبعدين وبيعمل كل حاجه لابنه وبنته، وفي الاخر يلاقي حاجه غير ما هو متوقع نهائي. فده بتعمل زعل كبير جدا، وحالات طبعا نفسيه مش كويسه عند ناس كتير. طيب، لذلك الموضوع ده انا بعتبره كتحفيز، يعني مش الحاجه كويسه قوي يعني. طيب امال نعمل ايه؟ يعني ما نحفزوش يعني؟ لا، حفزه كويس جدا، تحفيزه كل حاجه. وممكن دي كلمه دكتور تتقال على الطاير كده عادي. اولا ابنك اصلا ما يعرفش، ولا بنتك ما يعرفش اصلا يعني ايه دكتور، يعني ما يعرفش شغلته اصلا. يعني ايه الدكتور بيعمل ايه مثلا، ومكانته ايه، ولا المهندس بيعمل ايه، هو ما يعرفش. هو بس بيسمع ابوه وامه والكلام ده، بيقولوا له والدته ووالده عمالين يقولوا له عايزينك كذا وعايزينك كذا وعايزينك كذا، فهو بيسمع. لكن في الحقيقه الله اعلم بيه. طيب نعمل ايه؟ يعني ما نحفزش العيال وما نتكلمش معاهم؟ لا، تقدر تعمل كل حاجه، تقدر تحفز وتقدر تعرف تعمل كل حاجه، وتقدر تعرف حتى مستواهم، وتقدر تعرف اولادنا يعني رايحين لغايه فين وممكن يجيب ايه. طب ازاي؟ زي ما قلنا، انا مش من ضمن الحاجات الناس بتاعت يعني التحفيز بالكلام والحاجات ديت، حاجه يعني على الطاير كده. لكن في الحقيقه لازم كل حاجه تبقى لها خطوات تتعمل بيها، نعملها بخطوات. زي ما جينا قلنا قبل كده في فيديو بتاع ازاي نعلم ولادنا نقعد ولادنا يذاكروا بطريقه بسيطه مثلا. كذلك نفس الكلام، حضرتك عايز تحفز ابنك، يبقى في حاجات معينه. زي انا رايي ان انت تتابع من غير ما تقول له خليك زي كذا ولا خليك زي كذا، ما تقولش حاجه. امال اعمل ايه؟ انا بتابعه على طول بالدرجات، الترمومتر بتاع الدرجات. يعني ايه درجات؟ يعني درجات امتحاناته في دروسه في المدرسه في كل حاجه. يعني حضرتك كل شهر كده تشوفه درجاته جاب ايه في الماده دي، جاب ايه في الماده دي، جاب في الامتحان، حصص امتحان شهور، امتحان كذا، على طول بتتابع. ودايما عينك انه على الدرجه النهائيه، دايما عينك على الدرجه النهائيه. هل لازم يجيب درجه نهائيه؟ لا، بس عينك عليها. يعني تخلي ابنك كده تشجعه وتحفزه عليها تحفيز متواصل. زي مثلا نفترض الامتحان مثلا من 30، ابنك جاب 27، يبقى تقول له ان شاء الله المره الجايه تجيب 30، اشتغل على كده، ولو جبت هديك كذا، ولو جبت هحفزك كده، سواء معنويا او ماديا او غيره. يعني انت ده تحفيز متواصل، مش مره كلامه بس، لا. في اخر السنه لا، على طول متواصل. انت درجاتك عامله ايه؟ طب جبت كام في الشهر ده؟ طب جبت كام في الامتحان ده؟ طب جبت على طول. انت على طول ما انت بتسال على الدرجات، يبقى الولد مركز ان هو عايز يجيب اعلى درجه، وانت عايز عينيك على الدرجه النهائيه. طب لو جاب اقل منها شويه ماشي، عايزين نشتغل، عايزين نتعب، عايزين نجيب كذا، ولو جبت كذا هحاول الدرجه قربت من الدرجه النهائيه او جبت درجه نهائيه ليك مثلا مكافاه، ليك كلمه كويسه، ليك خروج، لا اي تحفيز. ده بتحاول تخليه يشتغل من غير ولا هتقول له ولا عايزك دكتور ولا عايزك مهندس ولا عايزك حاجه خالص. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. لان في الحقيقه لو انت عايزه الكلام ده دكتور ومهندس او غيره اللي انت عايزه،
في الحقيقه الناس ديت عشان تبقى توصل للدرجه ديت بيجيبوا دايما درجات نهائيه او بيقرب من الدرجه النهائيه. انا بتكلم الكلام الناس اللي هم بيدخلوا كليات حكوميه والكلام ده اللي هم بيجيبوا المجاميع. فالناس دي بتبقى على طول دايما بنسبه كبيره جدا عينيهم على الدرجه النهائيه، عينيهم على الدرجه النهائيه على طول. فتلاقي مثلا لو نقص درجه تلاقيه زعلان، نقص درجه كده، ودايما تحفيز مثلا من اهاليهم، مثلا دايما اهاليهم بيحفزوهم، ودايما هم بيشتغلوا على كده، مش بتيجي فجاه كده، فعلى طول دايما مستمر. فلما يجي مثلا الولد انت او البنت شايفه ان هو درجاته عاليه جدا جدا على طول ودايما درجات نهائيه ودايما، وتسال المدرسين وما تزعلش لو قال لك الولد وحش، لازم تاخد المستوى الحقيقي عشان ما يبقاش في صدمه بعد كده. لما تعرف ابنك مستواه الحقيقي، تعرف هو رايح لغايه فين، بيجيب درجات نهائيه، بيجيب كذا، يبقى انت والمدرسين بيقول لك لا ده بيجيب على درجات نهائيه وعلى طول متواصل، في بيقرب كده، ولو نقص درجتين ثلاثه يبقى زعلان ويبقى ماشي، لو نقص مره بنقول حاول نرجع تاني. يبقى ده استمرار في التحفيز، استمرار في المتابعه. ده اللي ممكن تقدر تقول. بعد كده يجي مثلا في تانية ثانوي بيختار العلم والادبي، هو حسب ميول الولد. حضرتك انت عايزه دكتور ولا عايزه مهندس، هو اصلا ميوله ادبيه، يبقى هيجيب ازاي؟ مش هيجيبها. فلازم تبقى متابعه في الحاجات دي، ويجي في الاخر هو اللي بيختار، اختار بارادته، هو وبعدين لانه هو اللي هيذاكر، هو اللي هيعمل كل حاجه. انت بس ما عليك اللي انت بتتابع وتحفز. يبقى اذا جه تانية ثانوي واختار علمي، ماشي اختار علمي، طب وبعد كده اشتغل، او اختار ادبي اشتغل، ان انت تجيب برضك درجات نهائيه. لما بيجيب الدرجه النهائيه والدرجات بيقرب من الدرجات النهائيه ويشتغل كده، يبقى انت كده متواصل معاه. جه في اخر ثالثه ثانوي بقى والكلام ده، هو راجل شغال على كده، فلو هو طول السنوات بيجيب درجات نهائيه، يبقى انت متوقع ان ممكن يجيب درجه عاليه جدا. لكن طول الفتره بيجيبش درجات كويسه، يبقى هيجيب لك طب ازاي ويجيب لك هندسه ازاي؟ يبقى انت متوقع ايه اللي ممكن يحصل، فمش هتجيلك حاجه انت يعني مش بتبقاش متضايق قوي. يعني كلنا عايزين ولادنا احسن حاجه وكل حاجه، ربنا يبارك فيهم جميعا، لكن انت حضرتك هتبقى متوقع ابنك ممكن يجيب ايه. ما بقاش عندي حلم يعني بالونه منفوخه على الفاضي، او احنا امال كده في الهوا وفجاه تلاقينا اتصدمنا كلنا، لكن او اتصدمت في حاجه والكلام ده، لكن في النتيجه اللي انت عايزها. لكن مش هتصدمش في المستقبل ان شاء الله عند ربنا. ممكن يطلع مش ما يطلعش دكتور ولا مهندس، ممكن يطلع محامي ناجح جدا جدا جدا، ممكن يطلع راجل في تجاره، كليه تجاره او غيره، ناجح جدا جدا جدا، ويبقى يعني ممكن واحد على فكره نسبه تعليمه قليله ويطلع قامه وقيمه وفي كل حاجه كويسه، امانه وشغل وتاجر ناجح جدا، وممكن يشغل ناس تحت ايده كتير جدا متعلمين. فانت بتعمل اللي عليك وبعد كده الباقي على ربنا، اللي ربنا كاتبه له بيكون. بتتمنى ماشي، بس بعمل اللي عليا، مش بالكلام، بالمتابعه اول باول، وبعدين ابقى خلاص طول ما السنوات دي درجاته مثلا هيبقى متوقع حتى لو ما جابش، بس عمل اللي عليه. لكن واحد بيجيبش درجات اصلا، بيجيب درجات قليله جدا جدا او درجات نص، يبقى انا متوقع ايه اللي ممكن يجيبه. ما بقاش عندي امال كده على الفاضي، وفجاه اجي يوم النتيجه متوقع ابني هيجيب كذا وكذا وما يجيبش، فتلاقيك زعلت جدا. ليه؟ لان انت عايش كده في غير الواقع، يعني ولا عارف درجات البنت ولا الولد ولا الكلام ده. انت خلاص تقول انا بعمل اللي عليا كله، عايز جنيه بديله 100، عايز كشكول بجيب له 2، عايز مش عارف ايه بجيب له، بعمل كل حاجه. ماشي بتعمل كل حاجه، بس انت ما تعرفش مستواه بيعمل ايه، مستوى تحصيله قد ايه، ودي ارزاق. فانت بتعمل اللي عليك وبعد كده ربنا بقى يعني قدر ربنا بيكون ايه، وتدعي له ربنا يدبر له وربنا يجعل له احسن حاجه، لان مش كل حاجه اختياراتك هي اللي تبقى كويسه، انت بس بتعمل اللي عليك وبندعي ربنا، لكن في الاخر اختيار ربنا. لكن انت هتتابع اول باول وتشوف درجاته عامله ايه عشان تبقى عارف حدود ابنك، حدود بنتك. ما تجيش زي ما قلنا كده تبني اوهام يعني في الخيال. ده وجهة نظري في التحفيز، وان شاء الله ربنا يبارك في اولادكم، وان شاء الله باذن الله يكونوا في احسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.